بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم ارحمنا برحمتك، وعمنا بفضلك، واغننا بجودك وكرمك عمن سواك. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم درب السالكين، والذي نتحدث فيه اليوم عن حق المعلم. لا شك أبدا ولا يختلف اثنان بأن رقي المجتمع إنما يعتمد على تعليمه، والمعلمون هم بناة الأجيال، هم الذين يبنون هؤلاء الأجيال ويسلمون الراية لمن يأتي بعدهم، من أجل أن تستمر هذه الدورة العظيمة فيرتقي المجتمع وينجب أبطالا وينجب علماء وينجب أيادي مهرة، كل ذلك بفضل المعلم. لذلك رسالة المعلم رسالة عظيمة، يتعب ويجتهد، وربما يصرف حياته كلها في تعليم الجيل. وصدق الشاعر إذ قال: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. لا يمكن لإنسان أن يتعلم من غير معلم. هذا المعلم الذي يعطيه ثمرة وخلاصة علمه وخلاصة تجربته في الحياة، فينشأ هذا الإنسان منذ نعومة أظفاره متعلما من غيره ممن هم أكبر منه سنا وأكثر منه خبرة في هذه الحياة. لذلك وجب علينا توقير المعلم واحترامه، ووجب علينا إعطاء المعلم حقه من الاحترام ومن التقدير. ولنا في سيدنا جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الأسوة في ذلك، عندما جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جلس وأسند ركبتيه إلى ركبتي الحبيب صلى الله عليه وسلم، إلى ركبتي الحبيب، ووضع كفيه على فخذيه هكذا تأدبا واحتراما للمعلم، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. أعطانا درسا كيف يجب أن يجلس المتعلم مع معلمه بوقار واحترام وأدب. إذن أولا يجب أن نعطي لهذا المعلم حقه من الاحترام والتقدير. هو الذي ينفق وقته وحياته وكل جهده في تعليم أبنائنا، ولولاه ما استطعنا أن نعلم الأولاد، فالأب مشغول بعمله والأم مشغولة ببيتها، ويرسل هذا الطالب أو الولد إلى المدرسة فيتولاه هؤلاء المعلمون، جزاهم الله عنا كل خير. لذلك أولا يجب علينا أن نعطيه حقه من الاحترام ومن التقدير. الأمر الثاني، يجب أن نعلم بأن هذا المعلم هو إنسان، ربما يخطئ، ربما يصيب، هو بشر.
يعني لا نأخذ عليه كل أخطائه فيعني لا نغفر له، لا، هو إنسان بشر يخطئ ويصيب، ولكن رغم خطئه له فضل كبير على أبنائنا وعلى بناتنا. لذلك نقدر بأن هذا المعلم هو بشر، هو إنسان معرض للخطأ، معرض للغضب، معرض لأشياء كثيرة كما يتعرض لها كل البشر. أيضا يجب أن نأخذ هذا المعلم قدوة نتأسى به ونقتدي به ونسير على خطاه من أجل أن نستفيد في حياتنا، فهو أكثر تجربة منا وأكثر خبرة منا، أي من الطلاب. لذلك وجب على الطلاب أن يأخذوا المعلم قدوة وأسوة. وجميل جدا عندما نرى المعلم ذلك المعلم والمربي، أي أنه لا يعلم فقط العلم بل يربي الطالب سلوكا وأخلاقا، ويعني يعطيه السيرة الحسنة. ونجد أن كثيرا من المعلمين قد أثروا بطلابهم من الناحية السلوكية، فصار الطالب ليس فقط يعني متعلم ثم بعد ذلك أصبح عالما وله مثلا في مجال الحياة اختصاص ما، بل تأدب بأدب أستاذه. فعندما نسأل من أين جئت بهذا الأدب، يقول والله إن لأستاذي الفضل الكبير في تربيتي وفي تنشئتي، طبعا بالإضافة لا ينسى فضل والده ولا ينسى فضل أمه أيضا. لذلك يجب أن نأخذ هذا المعلم قدوة أسوة نتأسى به. وهذه رسالة إلى المعلمين أيضا، يجب أن تكونوا قدوة لطلابكم، أسوة حسنة لهؤلاء الطلاب، لأن هذا الطالب ربما يقلد أستاذه في كل شيء. لذلك عندما يكون الأستاذ أيضا أسوة حسنة ومثالا يحتذى به في المجتمع، فإن هذا الطالب لا بد وأن ينشأ نشأة صالحة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أساتذتنا وأن يحفظ معلمينا، وأن يمدهم إن شاء الله بالمدد لكي يستمروا في عطاءاتهم ويستمروا في تضحياتهم من أجل طلابهم. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في الدنيا وأن يؤجرهم عنا، إنه مولانا سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله الله